لقد عاد فصل الشتاء، وقبلت حبات المطر جبين الأرض، وفاح معها عطر الشتاء، فدغدغ الرذاذ نوافذ البيوت، ودعب ستائر المساكن، وصاح صوت السماء بالرعد، وهمست الأرض بصوت فيروز. لقد عاد فصل الشتاء، وقبلت حبات المطر جبين الأرض، وفاح معها عطر الشتاء، فدغدغ الرذاذ نوافذ البيوت. سلام حبوباتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وبأحسن حال إن شاء الله. حبيباتي الغاليات، اليوم جبت لكم البساطة تاع زمان، وصفات الطفولة وذكريات تاع الطفولة البنات. جيتكم اليوم بوصفة وحكاية طبعا جديدة. هذه الجزء المفضل عندكم من الفيديو. الوصفة تاعنا البنات اليوم عبارة عن خبز، وتصنعي منه شغل قاطو وتشربي بها قهوة، وتجي بزاف بنينة البنات صراحة. يمكن معظم منكم يعرفوها، ويمكن الجيل هذا الجديد ما يعرفوش هذا الوصفة. بارك وشنو تصراو فيها كتطورات، زدنا لها هكا شي صوالح. عبارة عن خبز هكا بسيطة، تقطعيها هكا بهذه الطريقة كما كتشوفي سيداتي. ومن بعد جبت هنا طبسي، درت فيه حبة بيض والحليب، ودرت لافاني تاع البودرة. يا البنات تجي بزاف بنينه. وذوبت الزبده، كنت نقليه في الزيت، بصح ما كان احسن الزبده احسن، ننصحكم ديروا الزبده احسن. قلوه في الزبده يا البنات واحد البنه، وفي الاخير ديري له العسيله عسليه. شوفوا البنات، هنا كنت نقليه حمري. هنايا انا نحبه هكا شويه مجمر، هكا نطيبه هكا يتحمص مليح ذاك الخبز مع البيض والحليب. واحد البنه يا البنات، قولوا لي هذه اسكت تفكركم احنا في بكري ام تاعنا كانت تديرها لنا كي زعما هكا بسيطه واقتصاديه ذي الوصفه، ومتكلفش، وفيها بنه تاع ذكريات. انا صراحه كل من هكا ناكلها نتفكر الطفوله تاعي، الصغر، وقت الصغر ومنا. يمكن معظمكم يعرفها، ويمكن معظم الاخر ما يعرفهاش، الله اعلم. شوفوا البنات، هنا كنت ديجا قليت بحبات هنايا. وعجبتني في حاجه انك الخبز هذاك ما ترميهش، تستفادي منه. وامبليس على جلبه ما ترميش، ديري منه هكا صوالح. كاين بزاف وصفات بالخبز. وكملت الوصفه تاعي، وهنا كنت نوجد في القهوه تاعي. الله الله يا البنات، واليوم جيتكم بالكابتشينو. الله الله كحلو كحلو. شوفوا يا البنات، هذه الوصفه ثاني تاع القهوه سريعة الذوبان، نسكافيه. جبت قرعة تاع بلاستيك، ودرت فيها 2 مغارف تاع قهوة نسكافيه سريعة الذوبان. ودرت اكدولي على سريعة الذوبان. انتم تنمر على روحي قبل ما تنمروا عليا. ودرت فيها السكر، وهكا قاعدة هكا نواسيها كما يقولون كيفاه. المهم خلطتها هكا في القرعه، خلطتها مليح. تقعدي هكا تخلطيها مليح واحد 10 دقائق هكا كلها، وتولي لكم هكا رغوه مع الحليب. شوفوا يا سلام على ذيك القهوه. الله الله حركاتك. حركاتك يا مبدعه. شوفوا البنات، وهنا عسلت الخبز تاعنا ذاك اللي درته معاكم، كنت حضرته معاكم البنات. جات روعه بزاف بنينه. وهنا حبوباتي شاركت معاكم كما كنت اخمل في الماعن. قلت علاش لا ما نشاركش مع حبيباتي، بالك يستفادوا من طريقتي كيفاش نخمل الماعن، لانه طريقه لازم لك ديري لهم عفسه باش ما يتكسروا لك. شوفوا هما في الكاطم ما يتكسروش، بصح انا احتياطا باش ما يتكسروا ليش ونستحفظ عليهم، وبما نبقاش موسوسه ونقول دوك يتكسروا كي يحطوهم ويكونوا ينقلوا في الدوزان. وكم تعرفوا كيكونوا ينقلوا في القش ومناكم على بالكم البنات. كيما راكم تشوفوا حبوباتي نسيباني ما بيناتهم بالجورنال،
وثانيك درت لويت هذوك الكيسان تاع الزجاج، لويتهم عفوا في الجورنال باش ما يتكسروليش البنات، وغير غير بالعقل حطوهم. وصوا ثاني اللي يدولكم الدوزان ثاني غير كلش بالعقل يجوا يعاونوكم كي يرفدوا الدوزان. ومنا بزاف متتبعات قالوا لي ما كيش وحدك، وشكرا بزاف على تعاليقكم حبوباتي، والله غير نحيتوا عليا، تقوليكم حسيتوا بيا والله كراني وحدي وكلش درتو وحدي. مي معليش الحمد لله على كل حال. اللي البنات انا نقول لكم ديروا الكوراج وشدوا في ربي وشمروا على ذرعتيكم، نتوما شاطرات، على بالي باللي حبوباتي شاطرات وفحلات. شمروا على ذرعتيكم وخليها على ربي وخملوا. تشوفي روحك عييتي حبسي شويه ريحي ومن بعد عاودي كملي عادي، والله غير كل شيء يفوت. احنا برك نعظموا الصوالح ونقولوا خلاص عيينا، وصح الرحله صعيبه، نفسيتك تتعب، الفوضى في الدار، شحال من حاجات ياثروا علينا. معليش الحمد لله على كل حال. اللي جاي يعاون مرحبا به، اللي ما جايش يعاون الله غالب. كل واحد وظروفه البنات، لازم نعذروا كل واحد وظروفه، كل واحد عنده مسؤوليات في داره ثاني، ما كاش اللي راهو قاعد وغير. المهم حبوباتي اللي صابت شكون تعاونها في الرحله ومنا الحمد لله تحمد ربي، واللي ما كانش ما جاوش ليها ثاني عادي. البنات ما تقلقوش، شدوا في ربي وديروا النيه وشمروا على ذرعتيكم وبداو. هنا كيما كنت تشوفوا ثاني هذو ما تاع التحليه ثاني روليتهم، كاين اللي خليتهم في كراطنهم اللي شريتهم تاع ندير فيهم الديسير وصلاد فروي، راكم تعرفوا البنات. هذوك ملاح والله غير شدولي كيما نحيتهمش من كراطنهم، حديهم ديريكت في كراطنهم باه ما يتكسروليش. وهذو ما كنت جبتهم غلطت رميت لهم الكراطن تاعهم. المهم حبوباتي حبيت نشارك معاكم كيف راهي الدار مقلوبه. البنات تسمحوا لي وعذروني كي الا شفتوني راني نصور لكم غير على الرحله ومنا الله غالب. شوفوا هذه الدار راهي داري راهي مقلوبه كامل، خلاص بدينا كامل نقلوا الدوزان، بدينا كامل نخملوا في الدوزان كامل في الكراطن. زعما كي نجي نصور لكم لا شومبر تاعي راهي مقلوبه بالكراطن، الصالو كيف حالتي حاله البنات، غير تسمحوا لي على المنظر هذا الله غالب. هذه هي الرحله كما على بالكم البنات. ان شاء الله نقول لكم حبيباتي ومتتبعاتي الغاليه، نتوما خياتي ماشي غير حبيباتي، ان شاء الله ربي يفرج عليكم بالسكنه وتسكنوا، تكون سكنه باسمكم. والله غير الكرا وهذو ما لا تسكن كيكون ماشي باسمك. والرحله والله ما مليحه. انا صراحه انا عن نفسي نحب الاستقرار، ما كاش كيما الاستقرار دارك تقضي فيها طول حياتك، تقعدي فيها دايما. هذه الرحله وحتى تولفي بلاصه وتولفي دار من بعد تقعدي عام ولا عامين، وكاين مساكن ميم با ماشي عام قادر يصرى لهم بروبليم مع مولات الكريه ولا ما يتفاهموش معاها تخرجهم. والله يا حليل ربي يكون في عونكم ان شاء الله ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. حبيباتي كما كنتم تشوفوا البنات وريت لكم هذاك البيدون، جبت منه كامل هذوك المواعن، نخاف كاش غبار كاش ميديتي، غسلته هذاك بالجافيل. وثاني رغونت هذو المواعن رغونتهم مليح. نقيت كلش البنات، قلت ندي مواعن كامل نقايا باش نقص عليا شويه التعب والخدمه. راكم تعرفوا ثاني مازال ستاج دوزيام. مازال الشوط الثاني في الدار اللي هي هنا ثاني راهي خدمه، والحمد لله هنا راني قريب نكمل في داري هذه. والله ما فيها خدمه بزاف، بالك نشارك معكم كي ندير الميناج ونوريكم كي الا حبيتوا نشارك معكم. اني حاسه باللي صراحتكم بالرحله ومنا حبيتوا روتينات حبيتوا لا حبيتوني نشارك معاكم كي نتفرغ البيت كومبلي تاعي. هذه البيت تاعي قديمه، نصور معكم كيفاش خليتها وكيفاش نقيتها وكامل، وكيفاش كنا نقلوا الدوزان ومنا. ان شاء الله ربي قدرني ونصور لكم، وانتم ثاني لا حبيتوني نصور لكم شجعوني باش نصيب وقت او نخلق وقت. راكم عارفين مع الرحله والله ما نلقى وقت للتصوير. المهم حبوباتي كما قلت لكم كتبوا لي في التعاليق، ما تنساوش اسكو نصور لكم كي نكون راحله ولا حبيتوا فيديو كي نكون راحله وكيفاش خليت الدار وكاع. لازم نقيها مليح. الوحده كي تخرج من الدار لازم تخليها نقيه البنات، ماشي معناتها ماشي دارك ولا كي خارجه منها تخليها كيك معفونه. علاش اختي ماشي مليح.
كيما كنتم تشوفوا حبوباتي هنا قطرتهم. السله حتقول لي السله تاعك تاع الماعن وين راهي؟ غسلتها البنات وقلت بالك ندير في بلاصتها واحد السله راهي عندي البنات. دوك نوريها لكم المقطع اللي بعد هذا. قطرتهم دوك من بعد نشفهم ونرجعهم لهذاك البيدون. اكيد غسلته بالجافيل وكامل نقيته مليح مليح. ما كاش كيما نقى البنات سيرتو الماعن انا نخافهم بزاف لي كاش ميكروبات ولا كاش لي ميكروب ولا كم تعرفوا. هنا هذه السله حبوباتي قلت نديرها في البوطاجي تاعي جديد لدار جديده. واش رايكم؟ اللي كانت عندي من قبل ولا كولر تاعها فيغ قلت هذيك نمدها ولا المهم نخليها عندي ليسونسيال ما راحش نحطها. قلت البوطاجي نواغ ايا قلت ندير له هذه نواغ بالابيض. ما بيد ما نشري وحده انا اللي حبيتهم. دوك نحط لكم التصويره هنا في الشاشه. حبيتها تاع الومنيوم. بالك البناتكم شايفينهم انا العام اللي فات لقيتهم في فاميلي شوب. البنات بزاف شابين وعجبوني ويجو كلاس خير من هذا البلاستيك. انا كرهت هذا البلاستيك صاي عيني كلش بلاستيك والله. غير حبينا نبدلو شويه من البلاستيك. شكون كيفي كرهت من هذا البلاستيك. انا ما في غسيلو يكره كل حاجه فيه يعني عيتني. ما كاش كيما الومنيوم ولا مع انه هذوك السلل تاع الماعن تاع الالومنيوم وتاع الاينوكس هذوك غاليين شويه مي معليش. هنا القجر اللي كنت وريته لكم في المقطع السابق اني فرغته كامل من الماعن ودرتو لويت له الجورنال با ما يتكسروش خاطر كانوا كاع في ناجن تاع الاخر. نغسل هذه ثاني الخزانه صبتها حالتها كما كنتم تشوفوا البنات. سمحوا لي على المنظر نتوما خياتي. حبيت نشارك معاكم كلش بالتفصيل بلا زواق كما يقولوا. هذا فيديو عفوي. حبوباتي الغاليات والعرايس تاوعي الشابين جبت لكم واحد الوصفه تاع فكره عشاء. وصفة فكرة عشاء لشخصين العرايس جدد اللي غير هي وراجلها. جبت لكم واحد الوصفة تاع عشاء سهلة البنات. هنا نجيبوا سكالوب تاعنا كما كنتم تشوفوا. الوصفة رولي سكالوب. درت له هنا تبلته التتبيلة. انا درت ثوم سنينات ثوم. درت معدنوس عقاقر شاورما تاع الدجاج موتارد. المهم لا موتارد. المهم الحاجات اللي تحبوهم الثومه زعما هكا العقاقر نتوما تحكموا فيهم. المهم درت لهم شويه زيت وخليتهم يشربوا مليح هذيك الدرسه هذيك اللي درتها لهم وديك التتبيله. جيت هنايا البنات كاينه حاجه باش يجيكم السكالوب تاعكم طري. انا ما صورتش هذه حسب هذه المرحله بس نتوما ما تنساوش ديروها. حكمت السكالوب تاعي كامل اللي حنستعملهم اللي حنديرهم في البلا هذا. ضربتهم لا كانت عندكم هذيك ضربتهم باش يطراو. ضربتهم هكا بمارطو هذيك شتو هذيك تاع الطبخ تعرفوها نورمالمون تعرفوها. وعمرتو الداخل كما راكم تشوفوا بالفورماج. لاغوسات هذه بزاف شابه وتوالم العروسات الجدد. تفرحي راجلك هكا بلا شباب وبنين راح يقعد ياكل ويشكر. راح يشكرك. ديها عليا البنات دوها عليا حبوباتي. راح يعجبوا الحال الزوج الكريم. سيوها البنات. واللي جربتها الوصفة هذه لا كنتوا جربتوها حبوباتي ونالت اعجابكم بعثوا لي في الانستغرام تاعي. راني حطاته الرابط تاعو راني حطاته في لمحة القناة تلقاوه. جبت هنايا شوي بصل وطوماطيش. حبيت هكا بصل وطوماطيش حسب الكميه نتوما وحسب افراد العائله بيان سير. انتي تكوني انتي وراجلك. شوفوا هذا البلاص صغير يعني والم هكا اللي عرسانه جداد عروسه جديده راكم تعرفوا مع شويه شموع ومنا. تبلتهم ثاني هذوك الطوماطيش والبصل. درت لهم شويه ملح ودرت لهم شويه ملح وفلفل كحل حاجه خفيفه. المهم باش ما يجوناش صامتين هذوك. من بعد تشوفوا واش حندير بيهم لاصوص تاع السكالوب نرافقها معاهم. ونديروا هنا ورق الطهي والالومنيوم. وصفه بزاف تجي بنينه وخفيفه. وصفه عشاء ولا فطور بزاف خفيفه البنات. والشكل تاعها في التقديم يجي هايل.
يجي راقي ثاني. شباب البنات العرايس جدد ننصحكم ديروا هذه. وعلى طلب ثاني متتبعة واخت عندي، نتوما ماشي متتبعات عندي، نتوما اخوات عندي، ربي يحفظكم ليا فرحتوني بتفاعلكم على الفيديوهات وتعاليقكم الرائعة والشابة كيما نتوما شابات البنات. شوفوا البنات البلاط تاعنا النتيجة النهائية. كنت رافقته مع بطاطا مقلية، درتو هكايا، درتو مع بطاطا وقليت له شويه بطاطا عفوا، ورافقت هذيك لاصوص ميكسيتها، رافقته مع هكا. تحبوا رافقوا مع سلطه ولا انا عادي درتو خدش حاجه خفيفه يعني. وهذا ما كان. ان شاء الله يكون نال اعجابكم الفيديو حبوباتي الغاليات. مع السلامه، في امان الله وحفظه. باي.